رئيس الوزراء الإثيوبي يهنئ فيرديش ميرتيس بانتخابه مستشارا لجمهورية ألمانيا. المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية يؤكد أن الإصلاحات الحكومية تساهم في تحويل الشرطة إلى مؤسسة وطنية شاملة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. أكد الرئيس الإثيوبي ستاي أسكا سلاسي أن معرض صنع في إثيوبيا يعكس القدرات الإنتاجية المتنامية للبلاد ويفتح آفاقا واسعا لمستقبل اقتصادي مشرق. جاء ذلك خلال زيارته لمعرض الصناعة الإثيوبي لعام 2025 المقام في مركز أديس أبابا الدولي للمؤتمرات بمشاركة أكثر من 288 شركة محلية. وقد افتتح رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد فعاليات المعرض رسميا، مؤكدا دعم الحكومة للمنتجات الوطنية وتشجيع الاستثمار المحلي. وفي تصريحاته شدد الرئيس على أن إثيوبيا تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال تعزيز الإنتاج وزيادة التنافسية، مشيرا إلى أن المنتخبات الجلدية المعروضة تواكب المعايير الدولية من حيث الجودة. كما لفت إلى أن قطاع الجلود الإثيوبي لا يقتصر على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، بل يساهم أيضا في توسيع حضور إثيوبيا في الأسواق الإقليمية والدولية. بعث رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد رسالة تهنئة إلى فيرديش ميرتيس بمناسبة انتخابه مستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي رسالة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن إثيوبيا وألمانيا تحتفلان بمرور 120 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن هذه الشراكة التاريخية تشكل أساسا متينا للعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للعام. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد أن إثيوبيا تعد وجهة مثالية لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، مستندا إلى موقعها كمركز دبلوماسي لإفريقيا وتاريخها الغني بالثقافة والتنوع. وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده تمتلك فرصا تجارية فريدة إلى جانب بنية تحتية حديثة تشمل على قاعات اجتماعات متطورة وإقامة عالية الجودة ومطارا دولية بني وفقا أعلى على المعايير بجهود شركة الخطوط الجوية الإثيوبية. وأضاف أن هذه المقاومات تجعل من إثيوبيا وجهة واحدة للفعاليات الاجتماعية والمؤتمرات والمعارض الدولية في بيئة تجمع بين الثقافات النابضة والموسيقى والمتنوعة وخيارات الطعام الثرية والطبيعة الخلابة. أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي السيد تمسكن طرونة أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة لتحديث الشرطة الفيدرالية
وضمان مواكبتها لتطورات في مجالات التدريب والتكنولوجيا. جاء ذلك خلال مشاركته في حفل تخريج الدفعة 25 من برنامج التدريب الأساسي للشرطة الفيدرالية، حيث شدد على أن الشرطة تمثل خطة الدفاع الأول عن السلام، ولها دور محوري في حماية الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استمراريتها في إطار القانون. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن نمو البلاد يتطلب تطورا موازيا في أداء الشرطة يشمل التدريب والبنية التكنولوجيا وتوزيع الجغرافيا والاستراتيجيات الأمنية، مؤكدا أن الحكومة تنفذ برنامجا إصلاحيا شاملا لتحقيق ذلك. كما أعلن عن جهود إضافيات لتحديث المؤسسة الأمنية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين بيئة العمل وزيادة عدد القوى العاملة المؤهلة. وفي ختام كلمته دعا الخريجين الجدد إلى حماية مسار إثيوبيا نحو الازدهار والتصدي بحزم لكل من يهدد أمن البلاد من إرهابيين ومجرمين وعصابات ومحتالين. أعلن المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية السيد دملاش جبرا ميكائيل أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة مكنت الشرطة الفيدرالية من أن تصبح مؤسسة وطنية حقيقية تضم كوادر شابة من مختلف أنحاء البلاد. جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة 25 من برنامج التدريب الأساسي للشرطة، حيث أشار المفوض العام إلى أن الشرطة الفيدرالية تشهد تحولات كبيرة في ظل قيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد من حيث البنية المؤسسية والتنوع الجغرافي والمهني. وأوضح أن الخريجين الجدد تلقوا تدريبا طويلا وشاقا وضع على عاتقهم من خلاله مسؤولية حماية وحدة البلاد والتصدي لكل ما يسعى إلى زعزعة أمنها واستقرارها. ومن جانبه أكد رئيس جامعة الشرطة الإثيوبية ونائب المفوض العام مسفن أبيبي أن الخريجين خضعوا لأكثر من 9 أشهر من التدريب المكثف يؤهلهم لأداء مهامهم كضباط شرطة محترفين في مختلف التخصصات الأمنية. أعلن بنك التنمية الجديد موافقته على انضمام إثيوبيا إلى عضويته، داعيا أديس أبابا إلى بدء إجراءات التفاوض الرسمية. السفارة الإثيوبية في بكين وصفت الخطوة بأنها إنجاز دبلوماسي يعكس التقدم المتواصل الذي تحققه البلاد في مجال التعاون متعدد الأطراف. ويشار إلى أن السفير الإثيوبي لدى الصين تفري دربة كان قد التقى رئيس البنك ديليما روسيفي في مارس الماضي، حيث أكدت إثيوبيا التزامها بالتعاون المالي والعمل المشترك مع البنك. وتجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الجديد المعروف سابقا باسم بنك تنمية البريكس تأسس عام 2014 بمبادرة من دول مجموعة بريكس، وبدأ عمليته رسميا في عام 2015. في بيان مشترك جددت مفوضية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد دعمها الثابت لحكومة وشعب جنوب السودان في سعيهم لتحقيق السلام والوحدة الوطنية وتعزيز الحكم الديمقراطي والتنمية المستدامة. البيان صدر عقب زيارة رسمية أجراها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى العاصمة جوبا يوم الخميس 6 مايو الجاري بالتنسيق مع إيجاد في إطار متابعة مستجدات العملية السياسية والأمنية ومسار تنفيذ اتفاق السلام
الزيارة تأتي في وقت حساس في ظل استمرار جنوب السودان في تنفيذ اتفاقية السلام المعدلة خلال المرحلة الانتقالية الحالية. وخلال الزيارة عقد رئيس المفوضية مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس سالفا كير ميرديت وعدد من كبار المسؤولين تناولت سبل الحفاظ على مكتسبات اتفاق السلام وتعزيز الحوار الوطني الشامل والتوافق بين مختلف الأطراف. وشدد البيان على أهمية الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الانتقالية بشفافية وموثوقية إلى جانب دعم مؤسسات الحكومة وتعزيز دورها. وأكدت المنظمات الإقليمية على أن السلام والاستقرار والحكم الشامل تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي في جنوب السودان. وشملت الزيارة أيضا لقاءات مع شركاء إقليميين ودوليين من بينهم السلك الدبلوماسي الإفريقي بهدف تنسيق الجهود وتوحيد المواقف الداعمة لعملية الانتقال. وختم البيان بالتأكيد على الالتزام الكامل بالعمل المشترك مع حكومة جنوب السودان وشعبها وكذلك مع الشركاء الدوليين لصون السلام وتعزيز مبادئ اتفاق السلام وبناء مستقبل يقوم على الوحدة والمرونة والازدهار. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. رئيس الوزراء الإثيوبي يهنئ فيرديش ميرتيس بانتخابه مستشارا لجمهورية ألمانيا. المفوض العام لشرطة الفيدرالية الإثيوبية يؤكد أن الإصلاحات الحكومية تساهم في تحويل الشرطة إلى مؤسسة وطنية شاملة. إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله ورعايته.